السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فانزاتي الجمال، رجعنا للمطبخ ورجعنا للأكل اليومي. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وتتبيلة حلوة قوي. يا رب الفيديو يعجبكم. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا بقى. بصوا الصوص بتاع الوصفة بجد طعمه حلو قوي، الصوص لوحده يتاكل كده من غير اي حاجة. بصوا بقى الرز اللي اللي بالشعرية حاجة وهم. وصفتنا النهاردة صينية بطاطس بالأجنحة، بس بتتبيلة مميزة وحلوة قوي، تاكليها كأن بص يعني مشبعة جدا وحلوة وحلوة جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ونبدأ في وصفتنا النهاردة. معانا كيلو من الأجنحة، بصلاية حلوة كده كبيرة، قرنين من الفلفل يعني هو مش حامي قوي، الفلفل ده مش حامي قوي، يعني نص سبايسي كده. الأجنحة بقى غسلينهم كويس، غسلينها كويس زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى، انا عندي كده الخلاط بالكبة بتاعته. هنحط بقى في ناحية البصلاية وفص ثوم وقرنين الفلفل اللي هما نص سبايسي كده، مش حامي قوي. والناحية التانية هضرب نص كيلو من الطماطم على النار. بقى هنجيب صينية كده او حلة اي حاجة، بس صينية يعني عشان هنعمل صينية بطاطس فلازم نجيب صينية. هنزل بقى بالفلفل على البصل المفروم في الكبة نص فرمة، انا مش فرماه قوي يعني، يا دوبك مديله ضربتين كده بس. انعمه شويه، مش عاوزاه ولا خشن قوي ولا ناعم قوي. هبدا بقى اشوحه، هبدا اشوحه هبدا اشوحه في شويه زيت. معلش بقى احنا لسه خارجين من صيام فمش متظبطين. هبدا اشوحه بقى كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بقى بورقه ورق لوري، والبهارات بتاعتي فلفل اسود كاري، والكاري مهم قوي قوي في الوصفه دي. كاري، بهارات فراخ، شوية من الكزبرة على الكمون على الشطة أو البابريكا، يعني اللي عايز يعني بابريكا يحط، شطة يحط، اللي متواجد عندك حطي. التوابل دي زي النكهات اللي انت عايزاها، بس الوصفة دي لازم تحط لها كاري، بجد الكاري بيخليها طعمها حلو قوي. هنبدأ بقى ننزل الأجنحة بتاعتنا. طبعا احنا غسلينهم كويس ونقعينهم قبل الفيديو علشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني. هشوحهم بقى كويس قوي في التتبيلة علشان وبعد يشربوا بقى ما منها اديتهم تشويحة كويس. هقلبهم كويس ودي قوي. ودي تركة مهمة قوي، تشويح الأجنحة بتشرب من التتبيلة وبتبقى طعمها حلو قوي. بعدين بقى بنشيلها كده بالمساكة، وننزل بقى بالبطاطس اللي احنا مقطعينها حلقات او زي ما انتوا عايزين، بس هي طبعا بتفضل ان هي تبقى حلقات عشان تبقى كلها زي بعضها في السوا. بديها كده تقليبة في البصل بالثوم بالفلفل اللي انا ضرباهم في الكبة ومشوحاهم معاكم. دي بقى تركة مهمة قوي، لازم تعرفوها في صينية البطاطس بالأجنحة. طبعا احنا بنجيب الأجنحة من عند بتاع الفراخ بتبقى فيها العظمة دي ماسكة فيها، طبعا دي مش بتبقى فيها لحمة، بس دي الفايدة بتاعتها ايه؟ ان احنا لما بنيجي نشوحها كده ونحطها مع صينية بطاطس بالذات، فالبطاطس مش بتستحمل، من طبيعتها البطاطس بتبقى حساسة ومش بتستحمل السوى، ممكن تستوي منك جامد او تلزق في الصينية. فطبعا عشان ما تلزقش في الصينية فاحنا بننقع بقى ال- العظم العظم ده، بنشطفه برضه كويس وبننقعه، وبعديها بنبص عليه البطاطس. فالفايدة بتاعته بقى بتبقى في ايه؟ ان هو بيعمل عازل ما بينه وما بين البطاطس، فبيخلي البطاطس معاكي تطلع حلوة وجميلة، ولا مهرية ولا لازقة في الصينية. فدي تركة مهمة قوي. حطينا بقى زي ما انتوا شفتوا، حطينا بقى البطاطس وحطينا الأجنحة المتشوحة على الوش. مش عايزة اقول لكم بقى ريحتها كانت جايبة اخر الدنيا. بجد ريحتها كانت حلوة قوي قوي، بجد كانت طعمها حلو وريحتها حلو ومشبعة جدا الأكلة دي. انا لازم اعملها للولاد مرة كل اسبوع، وهي تقريبا مش مكلفة قوي لان الأجنحة سعرها متوسط. هعمل بقى رز بشعرية. نزلت بكوباية من الشعرية في شوية زيت، هحمرها واخليها كلها لون ذهبي، وبعديها هنزل عليها بنص كيلو من الرز، وهضيف مية مغلية. بس كده، دي كانت وصفتنا النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بصوا بقى
البطاطس مستوية ومش مهرية زي ما أنا قُلت لكم إزاي، والأجنحة شاربة من التتبيلة ومتشوحة كده وطعمها حلو أوي، وطبعًا حمّرناها تحت الشواية بعد ما استوت تمامًا على البوتاجاز دخّلناها تحت الشواية، ودي التركة المهمة اللي أنا كنت باقول لكم عليها، تسوية البطاطس بدون ما تتلسع أو تتهري، لمّا بتحطي العضم تحت. بُصّوا كده بعد ما طلعت معايا من تحت الشواية، هابدأ بقى أغرف الأكل. يالّا بالهنا والشفا للي كَل حاجة. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليَّ بتعليق ولايك حلو. أسيبكم بقى مع الحلاوة والجمال ده، طبعًا هنحط التيست بتاعنا، شوية بقدونس كده على الوش يكسروا اللون. أشوفكم على خير، فيديو جديد من مطبخ ياسمين، استنوني في وصفات تانية كتير. باي.